من ساعة ما جربت كفتة الصينية بالخضار بالطريقة دي وانا تقريبا بقيت معتمداها اغلب الوقت من كتر ما هي سهلة بتتعمل بجد في اقل من ربع ساعة. ده غير ان هي اقتصادية، ممكن بس بربع كيلو لحمة مفرومة نعمل صينية كبيرة وطعمها بقى مش قادرة اقول لكم خطير ازاي. هنجيب بقى صينية حجمها يكون مناسب، هندهنها شوية زيت. انا هنا استخدمت حوالي 300 جرام من اللحمة المفرومة، فيها دهون بنسبة 20%. الخضار اللي هنضيفه يكون مبشور بشر ناعم ومتصفي من المية. انا هنا استخدمت بصليه كبيره وطماطمايه وفلفل احمر حلو وبقدونس مفروم، وضفت كل الكلام ده على اللحمه المفرومه. جبت بطاطسايه وسلقتها نص سلقه، عايزاها كده تبقى ناشفه بالشكل ده، وبشرتها بالمبشره وضفتها على اللحمه المفرومه. ضفت الملح ومعلقه صغيره من البابريكا والسبع بهارات والبصل البودر ونص معلقه صغيره من الفلفل الاسمر. اديت كمان رشه كده من البقدونس المجفف عشان البقدونس الفريش اللي حطيته كان قليل. بدات بقى اعجن في الكفته لمده مش اقل من 5 دقايق، ممكن طبعا اكتر من كده، لحد ما توصل لقوام متماسك تماما عشان ما تفكش منكم. بعد كده هنخلص عجن ونبدا بقى كده بايدينا نبططها من فوق بشكل متساوي بالسكينه او القطاعه. ابداوا قطعوا الكفته بالشكل اللي انتوا عايزينه، ممكن تقطعوها مثلثات بس انا بحب اقطعها مربعات صغيره شبه البسبوسه كده، تبقى اسهل في اننا نطلعها بسهوله او نعمل منها كميه كبيره من السندوتشات. ميه الخضار اللي احنا صفيناها مش بنرميها، بنشيلها على جنب. ضفت عليها بس معلقه صغيره من الصلصه والملح والفلفل، وبفرشه كده دهنت بيها وش الكفته، بتديها طعم ولون حلو قوي. هندخلها على فرن حراره 220 من 20 ل 25 دقيقه، وفي اخر 5 دقايق او دقيقتين بنولع عليها الشوايه عشان تاخد لون، وبالهنا والشفا.